بتحرق في الجيم وعامل دايت ولسه الدهون زي ما هي مش بتروح. ممكن تكون المشكله بسيطه. خلونا نعرف هي ايه. ببساطه انت مش بتشرب ميه كفايه، او في ناس مننا بتغفل شرب الميه كمان خالص. شرب الميه من العوامل المهمه جدا اللي لازم نهتم بيها علشان الدهون تتحرق في جسمنا، وده لسبب بسيط جدا انه اول دوره حرق الدهون في الجسم هي ارتباط الدهون اللي هي الفاتي اسيد، الاحماض الدهنيه بالميه علشان تدخل في دوره الحرق بتاعتها اللي هي الفات لايبوسيس. فلما الجسم ما بيلاقيش العنصر المهم بالنسبه له اللي هو الميه علشان يحرق الدهون، بتفضل كميه الدهون زي ما هي، ما بيقدرش يحرقها، وبيلجأ الجسم لمصادر اخرى زي حرق العضلات علشان يقدر ياخد الطاقه اللي هو محتاجها. فبالتالي احنا بنخسر عضلات وما بننزلش من نسبه الدهون اللي احنا عايزين نخسرها. كمان للميه اهميه كبيره جدا في فقدان الوزن، لانها بتقلل الشعور بالجوع وبتزيد احساس الشبع عندنا، فهي تعتبر كماده مالئه للمعده. وكمان هي بتحسن طبعا زي ما قلنا الجلد والاعضاء كمان بتاعتنا. وكمان في دراسات اتعملت سنه 2009، دراسه امريكيه اكدت لنا ان الناس اللي بتشرب ميه بكميه كفايه من لتر ولتر ونص في اليوم، وبتشرب كوبايه قبل كل وجبه، زادت عندهم نسبه الحرق، وكمان زادت عندهم بنسبه من 2 ل 3%. وكمان قدروا يخسروا وزن 2 كيلو جرام على مده 12 اسبوع، بس بتنظيم الاكل بتاعهم وشرب الميه. ارجوكم اشربوا ميه كفايه. شرب الميه ده من الحاجات المهمه جدا واللي بتساعد على حرق الدهون. انت مش صباره، اشرب ميه.